للناس بقى اللي بتقول ان اللي هيعمل بوتوكس يا جماعه التجاعيد هتزيد، وبعد ما يروح مفعوله هتبقى اكتر من الاول، واعمل بوتوكس بدري ليه؟ ده انا لسه صغيره. بس انت عندك تجاعيد وعندك تعبيرات وعندك اكسبريشنز كتيره وجلدك رايح جاي مع المصل بتاعتك، فخلاص خططتي. سنك صغير بس ده لايف ستايل حياتك. اتس اوكي ان انت ضروري تحقني، ملاش علاقه بسنك، ممكن تكوني اكبر بس مش محتاجه تحقني. تعالوا نشوف مثال بقى لحد بقاله سنين بيحقن بوتوكس. اوكي، عايزه اقول لكم انا تجاعيد الجبين عندي كانت قويه جدا، مش عشان حاجه اكتر من ان انا يعني اكسبريشنز رهيبه. انا بشرح، بتكلم كتير جدا طول اليوم في شغلي مع العملاء، في اكسبريشنز وفي تعبيرات وفي بسوق في الشمس بعمل كده، فعندي 111 واضحه وصريحه، فتعبيرات قويه برنكلز كتير وواضحه، وبحقن من سنين، يعني من وانا اصغر من كده بكتير، مش فاكره حتى عددهم. وتعالوا نشوف كده، انا اخر حقنه من 7 شهور زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. تعالوا نشوف لما راح البوتوكس التجاعيد بقت اكتر من الاول ولا اخف بكتير. ال 111 فين؟ ما رجعتش. الضحكه هي دي كده. الجلد ساق ولا اتحسن اكتر من الاول بمراحل مع زياده المرات اللي انا اوريدي من زمان بحقن بيها؟ فالجلد اتحسن بنسبه مثلا 90% اذا ما كانتش 100%. يعني دي تجاعيد عاديه جدا، ممكن لو اي حد، انا لو جايالي بيشنت كده مش هحقنها اصلا، لو عندها التجاعيد دي مش هحقنها اصلا، انها شخص طبيعي جدا.